السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت ربنا كرمك واتجوزت وكانت احلى ليلة في العمر، وبعد سنة ربنا كرمك او سنتين ربنا كرمك بمولود جديد، ولد او بنت. ربنا يبارك فيه ويجعله من الصالحين ان شاء الله. طب انت عايز تروح لاقرب مكتب صحة ليك عشان تطلع له شهادة ميلاد، تعمل ايه؟ طبعا هتحضر الاوراق اللي هقولك عليها دي عشان تروح تسجل المولود. اختار ولادة من الطبيب او المستشفى التي تمت بها الولادة. طيب يعني ايه اختار؟ ويعني ايه يعني في حاجة؟ طيب يعني ايه اختار والكلام ده؟ هقول لك يا سيدي، في حاجتين لازم تعرفهم عن اختار الولادة. اولا اختار يعني افادة من الطبيب. الإفادة من الطبيب إن الولادة طبيعية أو قيصرية. في نقطة: لو أنت في مدينة عادي الإفادة لو كانت ولادة طبيعية أو قيصري يتم التسجيل بيها في أقرب مكتب صحة ليك. طيب لو كنت في الريف لازم الإفادة تكون ولادة طبيعية وتكون بالمنزل، ويجب على الطبيب كتابته على الإفادة أو على الإختار رقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم القيد في نقابة الأطباء. ده أساسي على الاختار. تاني حاجة أصل بطاقة الأب زائد 2 صورة منها. تالت حاجة أصل بطاقة الأم زائد 2 صورة منها. وأصل جسيمة الجواز زائد 2 صورة منها. وأهم حاجة تكون البطايق سارية بتاعت الأب والأم. طب فرضا بطاقة الأم أو الأب منتهية، بتروح على السجل المدني تعمل استمارة السجل المدني، وتقول له تعمل الاستمارة وتجيب الكعب بتاع الاستمارة وتصوره صورة وتسلمه وتسلم صورة من من الايصال بتاع الاستمارة، او اصل شهادة الميلاد تقدمه مع 2 صور مع البطاقة المنتهية. ماشي. طب لو الاب مش هيبلغ ويسجل هو وهو مش مسجل، هيبعت مين؟ يبعت الجد او الجدة او العم او العمة او اخ المولود لو كبير. في الحالة دي المبلغ بيصور برضو بطاقته 2 صورة وتكون سارية برضو. طيب في سؤال هنا: في ناس بتتجوز قبل السن ولسه ما كتبوش الكتاب رسمي في المحكمة، وفيه عقد جواز عرفي. احنا بنقبل عقد جواز العرفي. بنقبل عقد الجواز العرفي بين الاب والام. بس الاب والام بيعملوا اقرار بنوة زي اللي قدامكم ده، والاقرار ده موجود في مكاتب الصحة. طيب ينفع الام تسجل وتبلغ عن مولود؟ طبعا ينفع تجيب الاوراق كاملة، بس مسؤول مكتب الصحة بياخد عليها اقرار زي اللي قدامكم برضو، وتسجيل المولود خلال 14 يوم من تاريخ الولادة. ماشي. وطبعا الشغل ده كله وتسجيل المواليد مجانا، ولو حد قال لك هات شيلم ما تدفعش، ده هو مجاني. بس لو قلت له بس هروح نيابة إدارية، الموظف هيخاف ويكش منك، ما تدوش اي ولا شيلم. طبعا لو عندك اي استفسار برضو سيبه في التعليقات وانا هرد عليك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعمل لايك ومشاركة الفيديو عشان نستمر مع بعض في نشر المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.